قصتنا بتبدأ مع سي يون وهي بتتنقل لبيت أهلها المهجور علشان تعيش فيه، وبتقابل سونج وون صديق العيلة وصاحب مزرعة الفراولة اللي قريبة منها، وبيساعدها إنها توصل للبيت، وهي بتطلب منه إنها ترن على موبايلها لأنها مش لاقياه، وبتخمن إنها نسيته في القطر اللي كانت جاية فيه، فبتدخل بيتها وبتدور على أي تليفون أرضي في المخزن علشان تقدر تتصل منه على موبايلها، وبيرد عليها واحد وبتقوله إن ده موبايلها ونسيته في القطر وإنها محتاجاه ضروري، لكنه بيقول لها إنه عايز فلوس علشان يرجع الموبايل، وإنه هيتصل كمان شوية على نفس الرقم علشان يتفقوا، وبيقفل الموبايل بعدها. بعد شوية تليفون البيت بيرن، فبتفتكره هو وبترد، لكنها بتسمع صوت واحدة بتقول لها انها محبوسة في البيت وان امها مجنونة، فبتقول لها سيون ان الرقم غلط وبتقفل السكة في وشها، وبتروح سيون للمستشفى علشان تطمن على امها اللي عندها ورم في المخ، واللي بتطلب منها انها لو ماتت تدفن جنب قبر ابوها، لكن سيون بتقول لها انها ملهاش اي حق انها تدفن جنبه لانها السبب في موته. وبتطلع سيون على قبر ابوها اللي توفى في سنة 97، وبترجع بيتها وبتجري على التليفون وهو بيرن، وبتلاقي نفس البنت اللي بتقول لها ان امها بتحاول تقتلها ولازم تيجي تنقذها، وبتديها العنوان، وبتكتشف ان العنوان اللي البنت قالته لها هو نفس عنوان بيتها اللي هي عايشه فيه، فبتقفل السكه في وشها تاني وبتنام على الكنبه، وبيبان ان عندها حرق في رجليها، وبتتفزع على صوت في الدور التاني، وبتلاقي ان برواز وقع من على الحيطه، فبتحاول انها تعلقه لكنها بتكتشف ان في فراغ ورا الحيطه، فبتكسر باقي الحيطه، وبتلاقي قدامها سلم بيوصل لبدروم شبه السجن، وبتلاقي قدامه كرسي وكرتونه على جنب فيها خردة ومذكرات لبنت من شهر اغسطس سنة 99، وبتلاقي صورة للبنت دي، فبتروح لسونج وتسأله لو يعرف البنت اللي في الصورة، وبيقول لها انها كانت عايشة في البيت بتاعهم زمان، وان امها كانت ساحرة ومش فاكر حاجة تاني لان الموضوع ده كان من زمان. وبترجع سيون بيتها وبتلاقي ان تليفونها رن تاني، وبتسمع صوت البنت دي وهي بتصرخ وبتقول ان امها بتحاول تولع فيها، وبنشوف ان البنت بتجري على سلم البدروم وهي خايفة من النار اللي بتقع من على السلم، وبيتحرق سلم البدروم اللي عند سيون، وبتفضل سيون جنب التليفون لحد ما بيرن تاني، وبترد على البنت وبتقول لها انها ساكنه في نفس عنوانها ومش فاهمه ازاي، وانها شافت صورتها وعرفت ان اسمها يانج سوك، لكن التاريخ اللي على الصوره في 26 نوفمبر سنه 99، لكن يانج سوك بتقول لها ان التاريخ اصلا عندها لسه 18 نوفمبر 99 وانها مش مصدقه كلامها، فبتبدا سيون تقرا لها من المذكرات بتاعتها علشان تثبت لها انها عايشه في بيتها، وكمان بتفتح موقع للاخبار وبتحدد يوم 18 نوفمبر 99 علشان تشوف الحوادث اللي فيه، وبتقول لها ان في حادثه طياره هتتدمر قريب من المطار، وبتقفل يانج سوك الخط، وبيبان بيت يانج سوك انه شبه السجن، وحديد على الشبابيك وقفال على الابواب، وبتكون قاعده على ترابيزه الاكل، وبتشوف خبر تحطيم الطياره اللي قالت لها عليه سيون، وبتتصل بيها يانج سوك تاني وبتقول لها انها مصدقاها، وبيبداوا يتعرفوا على بعض، وبتقول لها ان عندها 28 سنه زيها ومحبوسه في بيتها، وان اللي معاها دي مش امها الحقيقيه لان امها ماتت، وبتبدا سيون كمان تقول لها ان والدها متوفي بسبب حريق حصل في بيتهم واللي كان السبب فيه امها اللي نسيت تقفل البوتاجاز، وبتسالها سيون على التاريخ اللي عندها، لكن يانج سوك بتسمع صوت امها فبتضطر تقفل التليفون. وفي يوم 21 نوفمبر سنه 99 بتكون ام يانج سوك عارضه البيت للبيع، وبتيجي سيون وهي صغيره مع ابوها وامها علشان يشوفوا البيت لانهم عايزين ينقلوا البيت اكبر، وبتقدر يانج سوك انها تتعرف على سيون وبتتصل بيها في الحاضر، وبتخليها تسمع صوت والدها وصوتها هي نفسها وهي صغيره، وبتعرض عليها انها ممكن تساعدها في انقاذ والدها وانه ما يموتش في الوقت الحاضر، وبتقدر يانج سوك تهرب من بيتها وبتروح لبيت سيون، وبتاخد المفتاح من تحت الزهريه زي ما سيون قالت لها ان مامتها بتسيبه هناك، وبتقدر انها تمنع الحريق من انه يحصل. والوقت الحاضر عند سيون بتلاقي ان موبايلها بيرن وهو في جيبها مع انه المفروض مسروق، والحرق اللي في ايديها بيختفي والبيت بيتغير من حواليها، وبتلاقي ان البيت شكله احلى واجدد، فبتطلع بره وبتلاقي زرع كتير جنب البيت، وبتشوف مامتها اللي المفروض تكون في المستشفى بسبب الورم اللي في دماغها، وبيجي والدها يكلمها، وبتنبهر سيون ان والدها عايش وموجود قدامها، وبتفضل بصاله وهي بتعيط وبتحضنه، وبترجع تتكلم مع يونج سوك وبتقول لها ان والدها لسه عايش وقدرت تحضنه، وبتطمن عليها لو حصل لها حاجه بسبب هروبها من البيت، وبيبان الحرق اللي على كتفها كعقاب ليها على هروبها، وبتحاول سيون انها تبسط يانج سوك وبتسمعها حفله لسه منزلتش لمطربها المفضل من على يوتيوب، وبيتصاحبوا على بعض وبيبداوا يتكلموا سوا، لكن مع الوقت بتبدا سيون انها تنشغل مع اهلها وبيقل الكلام بينهم، ويانج سوك بتحس بغيره على سيون وبتحقد عليها، وبعد ما بتقدر سيون انها ترد عليها بتبدا تسمع اصوات غريبه وصريخ، وبتلاقي ان امها هي اللي ردت وبتطلب منها ما تتصلش هنا تاني والا هتتاذي، وام يانج سوك بتعمل جلسات طرد ارواح عليها وبتفضل تضرب فيها وتعذبها، وبتحاول سيون انها توصل لاي معلومات عن يانج سوك في وقتها الحاضر سنه 2019 لكنها ما بتلاقيش اي اثر ليها على النت، فبتجرب انها تكتب عنوان بيتها اللي هو نفس عنوان
يانج سوك، وبتلاقي خبر عن ساحرة بتقتل بنت جوزها خلال ممارسات طرد الأرواح منها، وبتفضل سيون مستنية جنب التليفون لحد ما بيرن، وبترد على يانج سوك وبتقول لها إنها هتموت في نفس الليلة اللي هي فيها وفي نفس البيت، وأمها هي اللي هتقتلها وبتحذرها. وفعلا بتجيب أم يانج سوك الخنجر وبتطلع بيه على أوضتها علشان تطعنها وهي نايمة، وبتفضل تضرب فيها وهي نايمة على السرير، لكن بتلاقي نفسها بتضرب في مخدة. وبتطلع يانج سوك من ورا الباب وبتسألها عن سبب محاولتها لقتلها، فبتقول لها إنها شافت مستقبلها كله قتل وموت وإنها لازم تخلص العالم منها. لكن يانج سوك بتقدر تهجم عليها وبتاخد الخنجر بتاعها وبتقتلها بيه. وبتكون سيون قاعدة جنب التليفون ومستنية إنها تطمن عليها لحد ما بتتصل بيها وتقول لها إنه كان في سوء تفاهم بينهم واتحل خلاص. وبتبدأ يانج سوك تخرج براحتها زي ما تحب بعد الحبسة اللي كانت محبوساها، وبتاكل براحتها بعد ما كانت بتاكل بواقي الأكل، وبتجيب لبس زي ما هي عايزة. وبيكون سونج هو تاجر الفراولة جايب فراولة ليانج سوك في بيتها سنة 99، وبتدخله بيتها علشان تتفرجوا على اللبس الجديد اللي جابته. وفي نفس الوقت بيكون موجود مع أهل سيون في الوقت الحاضر اللي هو 2019 لأنه صديق العيلة وجاي يتغدى معاهم. وبيروح سونج هو الصغير اللي مع يانج سوك للتلاجة علشان يحط الفراولة فيها، لكنه بيلاقي أكياس كتيرة قدامه وبيقع كيس منهم، ولما بيجي يمسكه بيلاقي فيه بقايا إنسان فبيترعب وبيفكر يروح ناحية التليفون علشان يبلغ عنها، ومن خوفه بيتصل بآخر رقم موجود وبيكون تليفون سيون في 2019. وبتفضل سيون سامعة صوت واحد بيستغيث، وفجأة الخط بيقطع وبتاخد بالها إن بقعة الفراولة اللي على إيديها اختفت. ولما بتنزل لأهلها علشان الغدا مش بتلاقي سونج هو، فبتسأل أبوها هو سونج هو فين، فبيقول لها مين ده، أنا معرفش حد بالاسم ده. ولما بتفتح التلاجة ما بتلاقيش الفراولة اللي لسه حطاها، وبتجري على مزرعة الفراولة فبتلاقيه مكان مهجور، وبتروح على اسم الشرطة وبتسأل لو حد يعرف سونج هو صاحب مزرعة الفراولة، وبتلاقي ضابط كبير بيسألها عن سبب تدورها عن واحد مات من 20 سنة، وبيفتح ملفات سنة 99 وبيقول لها انه اتقتل على ايد واحدة اسمها يانج سوك، وقطعته زي ما قطعت امها هي كمان، وخزنتهم في بيتها في التلاجة. وبيبدأ البوليس في سنة 99 يبحث عن سونج هو ويسألوا عنه في كل البيوت اللي حوالين المزرعة بتاعته، واولهم بيكون بيت يانج سوك. وبيكون الشرطي بايك هو المسؤول عن التحقيق، وبيسألها لو كانت شافت سونج هو قبل كده، لكنها بتنكر انها شافته، وبتقول له انها هتبقى تسأل امها لما ترجع من المدينة. وبيسيبها بايك ويمشي، وبترجع تتصل بسيون اللي عرفت خلاص انها بتكلم واحدة قاتلة ومجنونة، وبتقول لها انها ازاي تقتل واحد ملوش ذنب وتقتل والدتها كمان، وانها هيتقبض عليها وهتتسجن مدى الحياة. ولما بتسألها يانج سوك عن الدليل اللي عرفهم انها القاتلة بتقفل الخط في وشها وبتفصل التليفون من الكهرباء، فبتتجنن يانج سوك وبتتصل بيها كتير لكنها ما بتقدرش توصل لها. وبتلاقي ان الباب بيخبط عليها فبتفتكر ان البوليس رجع تاني، لكن لما بتفتح بتلاقي سيون وهي صغيرة ومعاها ابوها علشان كانوا ناويين يشتروا البيت، فبتعرض عليهم يدخلوا البيت لحد ما امها ترجع. وبتيجي يانج سوك جنب ابو سيون ومعاها طفاية الحريق بتشغلها في وشه وبتموته قدام بنته، وبالتالي بيختفي ابو سيون وهو معاها في سنة 2019 اثناء ما كان بيعلمها السواقة، وبتلاقي انه تلاشى من قدامها مع العربية اللي كانوا راكبينها سوا. وبيتغير حاضر سيون لانها هترجع تعيش من غير ابوها تاني بعد ما اتقتل في سنة 99 على ايد يانج سوك، وقالت لها انها السبب في كل ده. وفي سنة 2019 سيون حياتها بتكون متدمرة، وبتلاقي بيتها مهجور ومحفور على الارض انها ترد على التليفون، وبيرن التليفون وبترد عليه وبتكون يانج سوك، فبتقول لها انها هتنتقم منها بسبب قتلها لابوها وانها مش هتسيبها. لكن يانج سوك بتقول لها ان هي المتحكمة في مستقبلها بس، وانها هتديها ساعة واحدة بس علشان تعرف دليل الإدانة اللي كان السبب في القبض عليها، والا هتعذبها وهي صغيرة وبالتالي هتتعذب وهي كبيرة. وبتقفل السكة وبتسيب سيون تدور على دليل الإدانة وتدور على كل الحوادث اللي حصلت يوم 12 ديسمبر سنة 99، وبتلاقي خبر انفجار مخزن بكل التفاصيل عنه لحد توقيت انفجاره. وبعدها بتعرف من الأخبار ان دليل الإدانة هي السكينة اللي رمتها يانج سوك في الزبالة، ولقاها واحد من بتوع الخردة وسلمها للمركز، وبالتالي هيتقبض عليها. وبتستنى تليفون يانج سوك ليها وبتقول لها ان السكينة هي السبب، وان السكينة موجودة في المخزن اللي هينفجر الساعة 5، وبتكون دي خطتها انها تبعتها للمكان ده وينفجر وهي فيه وتخلص منها. لكن المخزن بينفجر قبل ما تدخل يانج سوك، وبينطرها بعيد عن الانفجار وما بتموتش. وبتكلم سيون وبتقول لها انها هتدفعها تمن كدبها، وبترمي على جسمها وهي طفلة مية مغلية، والحروق بتظهر في جسمها وهي كبيرة. ويانج سوك بتقول لها انها مش هتكتفي بكده بس، لا دي مستنية والدتها تجيلها هي كمان. وبمناسبة والدتها بتقول لها ان ابوها لما مات محروق ما كانتش امها السبب لانها قفلت البوتاجاز قبل ما تخرج من البيت، لكن سيون هي اللي شغلته تاني كنوع من اللعب يعني. ولان عندها الكذب المرضي قالت للشرطة ان امها هي السبب ورمت الذنب كله عليها علشان تقنع نفسها انها بريئة وما عملتش حاجة. وسيون
سيون بتجري على مركز الشرطة وبتقتحمه وتفتح مذكرات الشرطي بايك في سنة 99 علشان تقول لها على مكان الخنجر وتنقذ نفسها وهي صغيرة. وبتقدر يانج سوك توصل للخنجر وتخليه معاها، وبكده ما بيتقبضش عليها. وبتختفي التحقيقات من الدفتر اللي سيون سرقته من الشرطة، وبيتكتب فيه تحقيق جديد خاص بسنة 99 واللي اتكتب مكانه ان والدتها راحت تبلغ عن اختفاء جوزها وان مفيش اي اثر ليه، وان اخر مكان عارفاه انه كان هيروحه هو البيت اللي كان هيشتريه. وبتلاقي سيون ان البيت اتغير من حواليها، وبتلاقي نفسها في مكان مليان تلاجات، فبتطلع من البيت مرعوبة. وبيكون في حد في البيت ده بيتكلم في التليفون وبينبه الشخص اللي بيكلمه انه ممكن يتقتل. لكن سيون بيكون معاها دفتر الملاحظات الخاص بالشرطي بايك واللي بيكون كاتب فيه كل حاجة حصلت في اليوم بالتفصيل. وبتقرا في الدفتر انه استخدم تليفون البيت، وبترجع للبيت تاني على امل انها تكلمه في التليفون وتحذره. وبيبان ان يانج سوك هي اللي عايشة في البيت وبتكون عندها 48 سنة. وفي سنة 99 بيكون وصل الشرطي بايك البيت ومعاه ام سيون علشان يحققوا في اختفاء سيون وابوها. وبتلاقي الام التوكة بتاعت بنتها واقعة على الارض، وبتتأكد ان بنتها في البيت ده، فبيفتشوا البيت وبتسيبهم يانج سوك يعملوا اللي هم عايزينه. وفي نفس الوقت بتكون سيون في 2019 في البيت وبتدور على التليفون وبتلاقيه في البدروم. ولما الام بتحاول تتصل بتليفون جوزها، التليفون اللي مع سيون في الوقت الحاضر هو اللي بيرن، وبترد عليه سيون وبتقول لها تهرب من البيت حالا وان يانج سوك هتقتلها. لكن فجأة بتتضرب سيون على راسها والخط بيتقطع، ويانج سوك في سنة 99 بتقتل بايك قدام الام. وسيون في الوقت الحاضر بتلاقي يانج سوك عايشة وهي اللي ضربتها وخدت التليفون منها. ولما التليفون بيرن تاني بيتخانقوا مع بعض علشان تحاول سيون انها ترد على المتصل على امل انها تكون امها. وبتقدر سيون تاخد التليفون من يانج سوك وتهرب منها زي ما الام بتحاول في نفس الوقت تهرب من يانج سوك في الماضي. وبتستخبى سيون وامها في نفس الاوضه لكن في زمانين مختلفين. وبتحاول سيون تخليها تجمع تركيزها وتدور على اي سلاح حواليها، فبتمسك طفايه الحريق لكنها بتسمع صوت بنتها وهي بتعيط، فبتسيب الطفايه وتجري عليها. وبتيجي يانج سوك وبتحاول تضربها بالسكينه لكنها بتتفاداها وبيتخانقوا سوا. وبتبتدي اثار الدم تبان على حيطه الاوضه في سنه 2019 لحد ما بتطلع يانج سوك من الاوضه وهي متغطيه بدم ام سيون. وبتروح ناحيه سيون الطفل علشان تقتلها، لكن بتطلع الام من الاوضه وبتاخد يانج سوك وبيقعوا هما الاتنين من فوق السلم. وبتختفي يانج سوك اللي في سنه 2019 من قدام سيون قبل ما تقتلها. وبتلاقي سيون نفسها بقت في بيت مهجور، فبتجري على المستشفى على امل انها تلاقي امها لسه عايشه لكنها ما بتلاقيهاش في السرير بتاعها. فبتجري على قبر ابوها اللي اتغير تاريخ وفاته وبتفضل تعيط وبتكون فاكره ان امها ماتت هي كمان، لكنها بتتفاجئ ان امها بتنادلها. بيكون جسمها كله علامات من اللي حصل لها سنه 99 وبتاخدها من ايدها وبيرجعوا للبيت سوا. لكن بيبان للاسف ان يانج سوك ما ماتتش، وانها لما كانت بتكلم حد في التليفون وبتقول له انها ممكن تتقتل كانت بتكلم نفسها في سنه 99، وده اللي خلاها تحضر نفسها وتاخد بالها من اي خطر. وانها لما وقعت من على السلالم ما ماتتش ولكنها هربت واختفت. وانها بعد كده قدرت تنتقم من سيون عن طريق انها قتلت والدتها وحبست سيون نفسها في قبو بيتها علشان تعذبها زي ما تحب. وبكده يكون خلص فيلمنا. اتمنى يكون عجبكم ومستني تعليقاتكم واقتراحاتكم وشكرا.